بسبب هادي بالضبط، هادي هي مشكلة ديال كاع الناس اللي كيعانيو من الزفورية ديال البيض في الماكلة ديالهم، سوا بغيتي تصايبي كيكة، سوا بغيتي تصايبي بغيتي دهني شي حاجة في الفران، ديك ريحة البيض كدير المشاكل. ومن نهار عرفتها وانا ديما كنديرها وما بقيتش كنشم ريحة الزفورية في الماكلة ديالي. هاد القشرة هادي اللي كتكون في البيضة، كنعزلو صفار البيض على بيض البيض، وديك القشرة ولا داك الغشا اللي كيكون الفوق ديال البيضة هو السبب الزفورية. كنحيدو، هو اللي كيدير المشاكل هو اللي كيدير الريحة. هو من نهار عرفت الطريقة ما بقيتش كنشم ريحة الزفورية في الماكلة ديالي. صافي هنا كنت غادي ندهن المسمن ديالي وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الطريقة. المهم هنا استعملت صفار البيض مع شوية ديال الصوجة، ودهنت المسمن ديالي اللي كنت غادي ندخل الفران. اي حاجه، سواء دابا بغيتو تصايبو مسمن ولا اي حاجه كدهن بالبيض، سواء بغيتو تصايبو كيكه، سواء بغيتو تصايبو مثلا معلكه للعيد كتكون فيها ريحه البيض شويه مجعده. هاد الطريقه الا درتوها غادي تنساو ديك الريحه، ما عمركم باقي غادي تشموها.